اسرائيل وايران مش هيحاربوا بعض، لا هيحتلوا البلاد العربيه اللي جنبهم، لان ايران خايفه تحارب اسرائيل واسرائيل خايفه تحارب ايران، فهيعملوا ايه؟ هيحاربوا بعض لكن هيحاربوا بعض على اراضي الدول العربيه. ايران هتحتل بعض من دول الخليج، واسرائيل هتحتل لبنان والاردن وسيناء، وهتحتل بعض من الدول العربيه، والاتنين هيقسموا الشرق الاوسط نصين، وهتقوم الحرب الكبرى المكتوبه في كتاب النبي زكريا من 2600 سنه، اسمها حرب النهايات، حرب نهاية الزمان، مكتوبة بالنص: في ذلك اليوم لا يكون نور الدراري تنقبض. يعني ايه؟ يعني من هول الغبار اللي هيحصل، غبار القنابل، الشمس دي هتختفي منها، الدراري تنقبض، ويكون يوم واحد معروف للرب لا نهار ولا ليل. يعني محدش هيعرف يفرق ما بين النهار وما بين الليل، بل هيكون يوم واحد، يوم حرب كبير، يوم فوضى خارج حدود التقويم. فبيقول لك لانه في وقت المساء يكون نور، في وقت المساء يكون نور، وفي وقت النهار يكون مساء. في ذلك الوقت إن مياه حية تخرج من أورشليم نصفها إلى البحر الشرقي ونصفها إلى البحر الغربي، ويكون الرب ملكا على كل الأرض. الكلام ده مكتوب وهيتم. بيقول لك إيه؟ فيخرج الرب ويحارب تلك الأمم كما في يوم حربه. الله بنفسه هينزل في الحرب العالمية الثالثة دي عشان يحارب كل الأمم، وهيجمعهم وهيصفر ليهم، وهيجوا من التحالف الغربي اللي هو امريكا والاتحاد الاوروبي اللي هم ملك الشمال، المكتوبين في كتاب النبي دانيال من 2600 سنه، وروسيا والصين اللي هم ماجوج وماجوج، المكتوبين في كتاب النبي حسكال من 2600 سنه، وراجع ورايا الكلام ده. جوج وماجوج هم روسيا والصين، الحلفين دول هيصارعوا بعضهم بعض، واحد هيدعم اسرائيل والتاني هيدعم ايران. وزي ما قلت لك الشرق الاوسط وسبع دول عربيه هتسقط، ومش هيبقى في مكان لحد، والمنطقه دي تتحول لمنطقه محظوره. هي دي حرب هرمجدون الأخيرة، وموضعها هتبتدئ من أرض مرجعيون عند حدود ما بين حدود إسرائيل ولبنان. مرجعيون، كل سهل مرج بن عامل وكل الجليل الأعلى، دي أماكن حرب نهاية الزمان. على السكان اللي ساكنين في الأماكن دي إنهم يسيبوها، الوقت قريب. إحنا في الأيام الأخيرة كل جيوش العالم هتجتمع في الأماكن دي في الشرق الأوسط. استعدوا للقاء إلهكم. صدقوني أنا صادق مش كذاب، الكلام ده كله صدق، وشفته في رؤية من السماء وجبت لك بالدليل جاي أخبرك بيها. كل ده يحصل لأن الآباء انقلبت على أولادها، والأولاد انقلبت على أبويها. عفوا. وصلة الرحم اتقطعت، والناس ما بقتش تحب بعض، ولاد العم ابتعدوا عن بعض، والناس بقت عايشة من أجل ذاتها، كله عايز الدنيا كلها ومفيش حد راضي. فمن هنا تعرف ان علامات يوم القيامة. واحنا مش عيبنا الجهل، احنا عيبنا التجاهل، لان كل الناس عارفة الكلام ده، الطفل الصغير والراجل الكبير عارف ان يوم القيامة على الابواب، لكن احنا عيبنا التجاهل. فمطلوب مننا ان احنا نقدم التوبة على الدم المقدس، وندور على اللي مات عننا واللي يشفع فينا في يوم القيامة. ان لقيته وعرفت اسمه، اللي مات عنك ان عرفت اسمه وقام من الاموات عرفت اسمه، هتنول الحياة الابدية، لاني مش هقولك اسمه غير لما انت تبحث عنه. الحقيقة ما بتحبش تعرض نفسها على حد، بل انت ان بحثت عنها هتلاقيها، وان بحثت عنه بصدق هو هيظهر لك في قلب غرفتك، وهيحول قلبك لقلب رجل اخر. استعدوا للقاء الهكم.